الا دخلتي لهاد الفيديو فغالبا حيت كدوز من واحد المرحله في حياتك كتحس براسك تلفان، ما عرفتش فين غادي والريح اللي جايتيك، كتحس ما عندكش هدف او لا قيمه وكلشي في حياتك عشوائي، ما واخدش مسؤوليه على شنو كدير. ونهار كتفرح وتخرج من المشكل كيجي مشكل اخر كيصدمك، مشكل ورا خوه، ودابا انت تلفان ما عرفتيش معاه من الدوي. وفاش كدوي كتحس باللي ما كيفهموكش، وفي نفس الوقت كتشوف الناس دايرين بيك عايشين حياة الرفاهية وحياتهم زوينة ومقادة. تقدر تبدا قاعد تقارن معاهم وتبدا تجيك اسئلة كتيرة في راسك، علاش انا ما عنديش وهما عندهم، واش كندير شي حاجة اللي ماشي هي هاديك، الى اخره من الاسئلة اللي ما كتقاداش واللي كتزيد غير تغرقك في بحر ديال التلفة. انا ما جيش باش نقول لك هادشي اللي كدوز منه راه عادي وصافي غادي يدوز، لا، راه كدوز من مرحله اللي انت بوحدك عارف شحال صعيبه، وتقدر تبان لك الهضره اللي غنقول ما مناش، ولكن راه عندك الزهر انك كدوز من هادشي. فاحنا كمسلمين المصائب اللي كندوزو منهم راه ديما فيهم خير لينا، حيت في غالب الاحيان كيجيو يا اما حين تعصيتي الله تعالى بزاف، او لا باش يمتحنك ويشوف الصبر ديالك اللي كيخليك في الحالة بجوج طلع الدرجات ديالك في الجنه في حاله انك صبرتي. في الحالة الأولى عندك الزهر أن الله تعالى بغى يحاسبك في الدنيا قبل من الآخرة، حيث أنت كمسلم ما خصكش تنسى أن الهدف ديالك الأسمى من هذه الحياة هو تعبد مولاك وتخدم باش تاخد الرضا ديالو، باش إن شاء الله تدخل الجنة. فإلا كنتي عارف راسك دوزتي سنين بزاف وانت غافل على دينك ومازال ما تبتي، فرا من العاجي أنك كدوز من فترة ديال الشك والتلفة في حياتك. علاش؟ حينتاش ضيعتي طريقك ونسيتي الغرض من الدنيا، تبعتي ملهيات واستسلمتي لنفسك والشيطان. فاحمد الله تعالى الا دابا كنتي كدوز من مصائب واستغفروا بزاف، راه ربما بغاك ترجع ليه قبل ما يفوت الفوت. الرسول عليه الصلاة والسلام كيقول: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فأبشر، الله تعالى راه ديما كيبغي لك الخير. وفي الحالة الثانية تقدر تكون عايش حياتك كاملة بهدف واحد اللي هو إرضاء مولاك، كتغلط مرة ولكن دغيا كدارك الموقف بالاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، ولكن واخا هكا كتحس باللي شي حاجة ماشي هي هاديك، مشاكلك بحال شي غيوم كيتزادوا كتاروا نهار على نهار، تلقى بعض المرات كيخرجوا شتا كتنزل دموع من عينيك. انا بغيت نقول لك غير صبر، الله تعالى اللي حطك في هاد المصائب هو اللي خلق نفسك وقال لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تقدر تقول لي ولكن انا ما عصيتش الله تعالى بزاف، علاش غنتحاسب في الدنيا؟ انا غادي نجاوبك ونقول لك حضر الايمان ديالك وتفكر باللي احنا كبشر عقلنا والمعرفه ديالنا محدوده بزاف، يقدر في الظاهر انه يبان لك مشكل، ولكن انا متاكد انه وراه خير كبير كيتسناك، يقدر يحيد عليك مصيبه اعظم، او لا غتعلم منه حوايج اللي غينفعوك باش تتعامل مع حياتك بشكل اسهل، او لا ببساطه ماشي بالضروره كاع تعرف علاش، حيت كان امنوا بالله تعالى ملك هذا الكون والخالق ديالنا، فراه في الاخير هو اللي عارف علاش قدر عليك هذيك الوضعيه اللي فيها انت، فما عليك غير بالصبر، والله العظيم ما غادي يضيعك مولاك، واي حاجه فيها خير ليك راه غتوصلك. ما تنساش شنو قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبخلاصة في الحالة بجوج الابتلاءات والمشاكل ما كيجيوش غير هكاك، انما حكمة الهية اللي كتعدل المعرفة ديالنا، فما علينا غير بالصبر، حيت عنده واحد الفضل كبير في حياتنا. الا كنتي صبور راه غتصبر على الشهوات ديال النفس ديالك باش تطيع الرب ديالك، غتصبر على الدنيا ومصائبها حيت عارف انك عايش فيها باش توجد الاخره، غتصبر تنوض من فراشك وتصلي في وقتك، غتصبر على هضرة الناس اللي كيحاولوا يخرجوك من دينك. فالصبر راه عنده مكانة عظمى في الإسلام. الله تعالى كيقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر. وقال أيضا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني كمسلمين راه أي حاجة مكتابة من عند الله راه ديما فيها خير، والصبر ديالك راه من أهم الحوايج اللي خصك تخدم عليهم باش تحسن الإيمان ديالك. فعلي بن أبي طالب
كان قال واحد المرة الصبر راه للإيمان بحال الرأس للجسد، فإذا قطعنا الرأس من الجسد فرا الجسد ما كيبقاش. ويرفع الصوت ديالو وقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. أخي أختي، المشاكل والابتلاءات جزء من الحياة ديالنا، وحتى واحد في هذه الدنيا ما عايش بلا بيهم. فما تبقاش تقار راسك بالناس، حيت الله تعالى بوحدو عارف الحكمة مش نقدر على أي واحد. وإلا بغيتي أمثلة راه الأنبياء والرسل اللي حسن منا كاملين كتب عليهم الله تعالى ابتلاءات فين يبانو ديالنا حنا. على سبيل المثال آدم عليه الصلاة والسلام تبلا بالخروج من الجنة، ويونس عليه السلام بلاه الله تعالى بالغرق، ولكن من بعد جزاهم الله تعالى بالصبر ديالهم. فصبر باش نقسم عليك الله تعالى، وآمن في الداخل ديالك باللي راه فيه خير، حيت عندك رب كيبغي لك غير الخير. صلي وما تعاندش معاه، راه في الاخر انت اللي غتخسر. فرضا بالمرحله اللي كدوز منها كيف ما كانت، ما عليك غير العمل والاجتهاد انك تخرج منها وتصبر على اي حاجه كانت من بعد. راه بالله تعالى ما غادي يضيعك وغادي يجازيك مولاك. أنختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك. كان معكم خوكم، وما تنسوش في الحياة خاصك تكون تريكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.